اجانا خاطب قال اخي انا جاي اطلب ايد اختكم. قال والله في لنا كبير نحن. قال وينه؟ والله مسافر. اي نعم. وين؟ ما في مجال نحكي معه على الموبايل؟ قال والله ما معه موبايل لانه طالعين اي نعم من ازمير على اليونان، وبالبمب مدري الكمب مدري شو هذا، ما في معه هنيك بالمي عم يسبحوا، ما في معه. اي نعم. فقال اخي انا والله ما بنتظر، تعطوني اياها هلا بنعقد. طيب اللي جاي يخطبها مثلا دكتور طبيب وشخصيه وشبوبيه عيون عسليه وجيبته ملانه وعنده بيت وامه ميته. اي نعم، يعني كل مواصفات عنده. هلا وقت نستنى هذاك اللي عم يسبح بالبحر المتوسط؟ والله ما رح نستنى. تعال عم يحط ايدك بايدي زوجتك كذا. اي نعم نزوجه. فاذا كان غاب الولي ايش؟ لا ولايه الولي الابعد. نعم هي لا. اذا غاب الاقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه، جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة، منزوجها. إيه نعم. ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب. هذاك بعد ما راح لهنيك ما عجبته الروحة، رجع إيه نعم على أزميرنا والله خطبنا أختك. شلون بتخطبوها؟ وأنا شو مالكم كبير أنتو؟ والله يا أخي هذا الزلمة ما بينتظر، ما بيصير ما ينتظر. أخي ما بينتظر وما لك حق أنت، هي لك مادة في القانون ما بينتظر. إيه نعم. إذا بده يستناك راح 1000 مين بيعطيه. إيه نعم. فيعني في ناس سبحان الله يعني بترقد على المظاهر. بس إذا دكتور تلاقي إيش بيراعوه بالنقد، يعني إيش بيحلوا بحالهم قدام منه كذا ولعيونك وما بدنا منك شيء وكذا. إيه. أما إذا كان شغيل بيشتغل تلاقي مثلا أعمال حرة، والله بدك تكمل علمه ما في مجال. إيه نعم. لك هلا مع وجود نعم النقص في الشباب، ومع ذلك اللي عم يطلب بنت بتلاقي محتاروا شو بدهم يطلبوا، بيحتاروا شو بدهم يشرطوا، بيحتاروا. اي نعم. لك شو القصه هي؟ لك المفروض يسهلوا الامور، لك عطوا ما في مجال. بدنا بيت وبدنا حيط وبدنا. نعم. ان يزوج الصغيره. الكبيره قالت انا على السنه لا اخي لا ابي. تا عمي زوجتك نفسي. عند أبو حنيفة بصح. نحن جبنا أدلة عند الشباب حطيناها من القرآن والسنة على المرأة أنه بتزوج نفسها. والشيخ البزال الله يطول بعمره هلا أول ما أجى اليوم على الجامع إيه نعم بالنسبة إلي فعم كاتب، هو مؤلف كتاب عن المذاهب الأربعة، فعم يقول لي إنه المذاهب إيه نعم تيسير على الأمة، مذاهب رحمة بالأمة واختلاف رحمة فينا. هلا إذا المسألة فيها حل واحد بيضيق الأمر علينا. مثلا إذا في 4 حلول يا سلام، تاخذ منين ما بدك، بتنقي شوف وين إيش اللي أيسر إلك بتاخذ. وديننا دين يسر، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالداعية نعم أو الإنسان اللي يكون قاعد في مجلس يكون كلامه لطيف، يكون أسند في حكيه. نعم. مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم.